مساء الخير حبايبي، شلونكم؟ اليوم راح أسوي خبز أسمر صحي. وهنا مثل ما تشوفون حبايبي ضفت البذور الصحية اللي هي سمسم، بذور الشيا وبذر الكتان، وضفت كوب شوفان، وضفت نص كوب طحين أسمر، وملعقة صغيرة ملح، وملعقة صغيرة زيت زيتون، بالإضافة إلى ملعقة صغيرة بيكنج باودر. هنا لازم نخلط كل المواد الجافة وبعدين نضيف مي ساخن. ضفت المي بالتدريج حبايبي، قلبوها وضيفوا المي بالتدريج، وبعدها إلى أن تحسون العجينة متماسكة اتركوها ترتاح شوية. حبايبي ضفت ورق زبدة بالصينية، وهنا العجينة أني قطعتها إلى 4 أقسام لأنه لازم تصير كلش خفيفة حتى تصير عندنا مثل البسكت. وهنا بعد ما فردتها بالصينية قطعتها إلى مربعات صغيرة، وكل واحد وحسب رغبته. قطعتها بهذا الشكل، وسخنت الفرن مسبقا على درجة حرارة 200 فهرنهايت. حبايبي الخبز صار بهذا الشكل، وحبيت أذكر لكم شغلة إنه الخبز ياخذ مدة طويلة بالفرن شوية. هنا الصينية الثانية حبيت أزينها بالفلفل الأحمر. وهنا راح أسوي شوية سلطة هيجي خفيفة وطيبة وصحية حتى نقدر ناكلها ويا الخبز، اللي هي سلطة التون. مثل ما تشوفون أني حطيت بصل، فلفل أحمر، وملعقتين لبن، وتونة، وبروكلي، وشوية توابل اللي انتو تحبوها طبعا، وخلطتها وصارت بهذا الشكل الحلو. هنا جبت شوية أفوكادو حطيتها على الخبزة بعد ما استوت خبزتنا، ورشيت عليها شوي فلفل أحمر بكيفكم انتو اللي تحبوه خلوه، وشوي ملح. حبايبي ضفتها بهاي الطريقة، والخبزة كلش طيبة وتصير مكسبة كلش طيبة بحيث تصير مثل البسكت وصحية ما بيها أي آثار جانبية. خصوصا للأطفال كلش يحبوها الأطفال، إذا تخلوا لها زبد أو جبن أو أي شي تحبوه انتو. حبايبي خلص هذا الفيديو اليوم وياكم، وإن شاء الله أشوفكم بفيديو جديد. وهذا الشكل النهائي، وألف ألف عافية. أتمنى يعجبكم الفيديو، وشكراً.